شوف، هو بغض النظر خالص عن إذا كنت بتحبه أو ما بتحبوش، وبغض النظر عن الشخصية اللي ممكن نتفق أو نختلف عليها ونتناقش ونروح ونيجي، لكن لا أنا ولا أنت ولا أي حد يقدر ينكر كمية العظمة اللي الراجل ده قدمها لنا طول ما هو جوه أرض الملعب. عصام مش بس كان عنصر مهم في جزء كبير من بطولات الأهلي ومنتخب مصر، لا، ده كمان كان سبب أساسي ومباشر في كل الإنجازات دي. وعلى الرغم من هبوط مستواه في بعض الفترات، إلا إنه كان بيقدر يرجع ويثبت إنه مش مجرد حارس مرمى عادي، ده واحد من أعظم حراس المرمى في مصر وإفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أنا أحمد خليفة، وهنتكلم النهاردة عن السد العالي المصري عصام الحضري. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. مجرد ما تكتب اسم عصام الحضري لازم تعترف إنه بيحتل الصفحات الأولى من تاريخ كرة القدم في مصر، بعد الإنجازات الكبيرة اللي حققها بعرقه وجهده، واللي صعب قوي أو ممكن يكون مستحيل على أي حارس يتخطاها أو حتى يحقق زيها. الكاف والفيفا عارفين كويس قوي قيمة وقدر عصام الحضري اللي تفوق على الجميع وقدر يعمل تاريخ مذهل، وبالتالي فعصام الحضري خارج المنافسة تماما مع أي حارس مرمى في تاريخ مصر. والحقيقة إنه من الظلم إنك تسأل مين أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر، لأن بالأرقام والإنجازات والمنطق فالإجابة طبعا هي عصام الحضري. لكن السؤال ممكن يكون مين أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر بعد عصام الحضري. كده السؤال ممكن يكون منطقي شوية، وهسيب لك أنت الإجابة. اتولد عصام الحضري 15 يناير 1973 في قرية كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، وانضم لصفوف نادي دمياط، ومن هنا بدأت مسيرة واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية. عصام بدأ يشارك مع نادي دمياط في دوري الدرجة الثانية، وعمل موسمين هايلين من سنة 93 لحد 95، وكان سبب مباشر في صعود نادي دمياط للدوري الممتاز. وبالفعل بدأ عصام يشارك مع نادي دمياط، وموهبته الفذة لفتت نظر المسؤولين في الأهلي اللي اهتموا بيه جدا وقرروا يتعاقدوا معاه وهو عنده 23 سنة. وفي يوم من الأيام كان الحضري عنده مباراة مع ناديه دمياط، وكان موجود بفندق إقامة الفريق، وجات له مكالمة على تليفون الأوضة من خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي في الوقت ده، وقال له انزل يا حضري عايزينك. بيقول الحضري إن خالد مرتجي سأله مش نفسك تلعب للأهلي؟ الحضري قال له طبعا يا كابتن. فخده وراحوا قابلوا كابتن ثابت البطل اللي كان عصام بيعتبره مثله الأعلى، واتفقوا معاه إنه يروح تاني يوم لمكتب المهندس عادل القيعي في الأهلي. لحظة دخول عصام الأهلي بيوصفها وبيقول إنه كان حاسس إنه بيحلم من كتر الفرحة. وبالفعل راح لعدل القيعي ومضى 5 سنين مع الأهلي مقابل 180 ألف جنيه، رغم إنه كان لسه بقيله سنة مع نادي دمياط. والحقيقة إن الحضري من قبلها كان بدأ يلفت الأنظار بشدة بسبب موهبته الفظيعة اللي ظهرت عليه من أول مشاركته مع الفريق الأول لدمياط. فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب مصر الأولمبي في الوقت ده بيحكوا بيقول إنه أول ما اكتشف عصام الحضري لأنه كان على علاقة شخصية بمحمد البساطي مدرب حراس مرمى فريق دمياط، اللي قال له إنه عنده حارس صغير ومباشر جدا، وبالبلدي كده يعني يجي منه. كابتن فكري صالح ما كدبش خبر الحقيقة، وخد عربيته وسافر على الإسماعيلية عشان يحضر مباراة دمياط والمريخ في دوري الدرجة الثانية اللي انتهت بفوز المريخ بنتيجة 1-0. ورغم الخسارة لكن عصام كان متألق بشكل كبير جدا، وده اللي خلى فكري صالح ياخد قرار بضمه للمنتخب الأولمبي، وراح بلغ رود كرول المدير الفني للمنتخب الأولمبي في الوقت ده، وقال له قراره باختيار عصام الحضري، رغم ان الحضري ما كانش حد يعرفه، وكان ترتيبه العاشر من بين اختيارات الحراس زي عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف ومصطفى كمال واحمد سليمان وغيرهم، الا ان فكري صالح اصر على اختيار عصام الحضري. الحضري قدر يبهر كل جهاز المنتخب الاولمبي بسبب تألقه الشديد في التدريبات، وده اللي خلى رود كرول يقرر يعتمد عليه في التشكيل الاساسي للمنتخب في المباراة الفاصلة ضد نيجيريا على التأهل لأولمبياد أتلانتا 96. وبالفعل شارك الحضري في مباراة الذهاب اللي انتهت بفوز نيجيريا 3-2، وشارك برضه في مباراة الإياب اللي كان يكفي فيها مصر الفوز 1-0 عشان يتأهل. وبالفعل قدر حازم إمام يحرز هدف للمنتخب الأولمبي، لكن نسور نيجيريا قدرت تتعادل قبل نهاية المباراة عشان تصعد للأولمبياد وتحقق الميدالية الذهبية كمان.
وفي يوم 4 سبتمبر 96 شارك عصام أول مرة مع الأهلي في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري في مباراة الأهلي وبوليدة الجزائري اللي انتهت بنتيجة 5-1 للمارد الأحمر، ودي كانت أول حرف من التاريخ اللي كتبه مع الأهلي. وقت انضمام الحضري للأهلي كان حارس المرمى الأساسي هو أحمد شوبير والاحتياطي هو مصطفى كمال، لكن مع بداية مشاركة الحضري قدر يحجز مكان في تشكيل الأهلي وظهرت موهبته بسرعة جدا، وده اللي خلاه حديث الساعة في الساحة الرياضية المصرية. ومع المنتخب على الرغم من انه كان احتياطي لحوالي 4 سنين لنادر السيد، الا انه بعد كده حجز مكانه في التشكيل الاساسي ومحدش قدر يقرب من حراسة مرمى منتخب مصر طول ما الحضري كان في الملعب. الاهلي كان مسيطر على بطولة الدوري من سنة 93 لحد سنة 2000، وبعدها قدر يحقق دوري ابطال افريقيا 2001 بعد ما فاز على صن داونز في النهائي في مجموع المباراتين 4-1، وقدر يحقق بطولة السوبر الافريقي 2001 بعد ما فاز على كايزر تشيفز الجنوب افريقي بنتيجة 4-1. لكن مباراة السوبر الافريقي دي كان فيها حدث غريب جدا، وهو تسجيل عصام الحضري الهدف من تلت ملعبه تقريبا. والغريب في الهدف مش المسافة اللي اتسجل منها، لا خالص، الغريب في الجول ده انها كانت تسلل، يعني ضربة حرة غير مباشرة، وبالتالي لو كانت دخلت الكورة المرمى على طول ما كانتش هتتحسب، لكن يشاء القدر انها تخبط في العارضة وترد في ظهر حارس مرمى كايزر تشيفز وتدخل الشبكة عشان يتسجل واحد من اغرب اهداف الكرة المصرية في التاريخ. الاهلي بعد تحقيقه موسم هايل 2001 2002 ما قدرش يكسب الدوري، وخسره بفرق نقطتين لصالح الاسماعيلي اللي كان عامل وقتها موسم من احلى المواسم في تاريخ الدراويش. الاسماعيلي كان فريق مرعب حرفيا، وفي اسامي تخض زي بركات وسيد معوض وعماد النحاس واسلام الشاطر واحمد فتحي ومحمد حمص ومحمد محسن ابو كريشه وغيرهم. ده غير القياده الفنيه للفريق اللي كانت بتتم عن طريق كابتن محسن صالح اللي قدر يعمل فريق مرعب وخلى موسم 2001 2002 من احلى المواسم في تاريخ الدوري. لكن بعدها دخل الاهلي في نفق مظلم وضرب غطس كده غريب قوي، وعدى في فتره من اسوأ فترات الاهلي في التاريخ، تغيير مدربين، نتائج سلبيه، خساره بطولات، وده اللي خلى الجمهور ما يبقاش طايق اللعيبه اللي حس ان هم متخاذلين، وكان من ضمن اللعيبه دي عصام الحضري. عصام الحقيقه عمل اسوأ موسمين في تاريخه في الملاعب، اي حد كان بيعدي قدامه كان بيحط فيه جول، وجوال غريبه جدا زي مثلا هدف عبد الحميد حسن ميدو في مباراه انبي والاهلي اللي جابه من مسافه بعيده جدا والحضري كان متقدم بشكل كبير وبطريقه غير مبرره، او جول حسني عبد ربه في مباراه الاسماعيلي والاهلي في الاسماعيليه اللي خبط في بطن العارضه ودخل الشبكه، ورغم ان الكره صعبه قوي قوي لكن عصام اصلا ما قدرش يحاول عليها بسبب تمركزه الخاطئ. سوء مستوى عصام كان جزء كبير منه سببه سوء مستوى المدافعين اللي قدامه اللي كانوا بيمروا بفترة صعبة جدا ومستوى وحش قوي قوي. لكن مع تولي مانويل جوزيه منصب المدير الفني للأهلي في النص الثاني من موسم 2003-2004 وتعاقد الأهلي مع لاعبين كبار أمثال محمد أبو تريكة ومحمد بركات ومحمد عبد الوهاب وعماد النحاس، بدأ مستوى عصام في الارتفاع، وخصوصا بعد تعاقد الأهلي مع نادر السيد، وده الأمر اللي خلى عصام يشتغل على نفسه أكتر ويحس بالخطر على مكانه الأساسي في الفريق، وبالفعل بدأ مستواه يختلف تماما. بس عصام أوقات كانت بتهرب منه خالص ويعمل حاجات غريبة جوه الملعب زي خطأه الشهير في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة اللي انتهت بنتيجة 2-2 في دوري أبطال إفريقيا 2005. الخطأ ده كان نقطة فارقة في حياة الحضري بعد كده، لأن وقتها مانويل جوزيه قرر سحب الشارة الكابتن من عصام الحضري، وبدأت من وقتها الخلافات تكتر بين الحضري وجوزيه بسبب رد فعل عصام الحضري اللي ما عجبش مانويل جوزيه خالص. لكن مع الخلافات دي كلها مانويل جوزيه ما كانش ينفع ابدا يفضل اي حد على عصام الحضري عشان يبدا في التشكيل الاساسي، وده بسبب مستوى عصام المذهل في الفتره دي واللي كان سبب من اسباب فوز الاهلي بالدوري ودوري ابطال افريقيا الموسم ده. ومع بدايه موسم 2006 ساعد الاهلي على الفوز بكاس السوبر الافريقي بعد ما تصدى ضربتين جزاء قدام فريق الجيش الملكي المغربي. وكمل عصام تألقه في الموسم اللي بعده، لكن المره دي مش مع الاهلي وبس، لا ده كمان مع منتخب مصر في بطوله كاس الامم الافريقيه 2006، واللي بعيدا عن تألقه طول البطولة فهو كمان قدر يصد ضربتين جزاء في المباراة النهائية قدام منتخب الكوت ديفوار بنجومه الكبيرة المرعبة، منهم ضربة جزاء من نجم الفريق الأول وهداف الدوري الإنجليزي وقتها ديديه دروجبا. الحقيقة إن فعلا عصام كان سبب مباشر بعد ربنا والجماهير في فوز مصر بالبطولة دي، واستمر عصام في التألق المحلي
وساعد الأهلي على الفوز بالدوري والكاس ودوري أبطال إفريقيا. ومع بداية موسم 2007-2008 ساعد عصام الأهلي على الفوز بالسوبر الإفريقي مرة تانية بعد التصدي لضربتين جزاء قدام فريق النجم الساحلي التونسي. شارك عصام في بطولة الأمم الإفريقية اللي كانت بتتلعب في غانا في 2008، وساعد منتخب مصر على الفوز بالبطولة بعد تألقه الشديد طول البطولة وصداته الإعجازية. رجع الحضري من بطولة إفريقيا وهو في عز تألقه، لكن فاجئ الكل بقرار غريب وعجيب، وهو الهروب من الأهلي والتعاقد مع نادي سيون السويسري. تصرف غير مبرر، واعتقد الحضري نفسه ندم عليه وصرح بده أكتر من مرة، لأن لولا القرار ده كان زمان عصام صنع تاريخ مع الأهلي يستحيل الوصول له. فترة احترافه في الدوري السويسري ما استمرتش كتير، ورجع عصام لمصر تاني موسم 2009-2010، بس المرة دي عن طريق بوابة نادي الإسماعيلي اللي قعد معاهم موسم واحد واتنقل لنادي الزمالك. وبعد فترة غير ناجحة مع الزمالك خاض عصام فترة في الدوري السوداني مع المريخ، وبعدها مع الاتحاد السكندري ومنه على دجلة والإسماعيلي والتعاون السعودي والنجوم. الفترة من 2009 لحد ما أعلن عصام اعتزاله سنة 2020 ما كانتش موفقة على المستوى المحلي، إلا إنه على المستوى الدولي قدر في بطولة إفريقيا 2010 يساعد منتخب مصر على الفوز بالبطولة وعلى الوصول لكأس العالم 2018 اللي شارك فيه، وبمشاركته دي أصبح أكبر حارس مرمى يشارك في البطولة في التاريخ. ومش بس شارك، لا ده كمان صد ضربة جزاء من فهد المولد في مباراة مصر والسعودية اللي انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1، وبالتصدي ده أصبح أكبر حارس مرمى في تاريخ كأس العالم يتصدى لضربة جزاء. وهنا لازم نقول إنجازات الحضري على المستوى المحلي والدولي: كأس الأمم الإفريقية 4 مرات، 98 2006 2008 و2010، دورة الألعاب العربية 2007، كأس العالم العسكري 2001، دورة الألعاب الإفريقية 95، ثالث كأس العالم للأندية 2006، الدوري المصري 8 مرات، كأس مصر 4 مرات، دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، كأس السوبر الإفريقي 3 مرات، كأس السوبر المصري 4 مرات، الدوري السويسري 2008، الدوري السوداني 2011، كأس السودان 2012. أما على مستوى الألقاب الفردية، أفضل حارس مرمى في دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، أفضل حارس مرمى في كأس الأمم الإفريقية 3 مرات. عصام كان حارس أسطوري، وتكرار إنجازاته المحلية والدولية شيء في منتهى الصعوبة ويكاد يكون مستحيل، لكن في رأيي إن عصام كان ممكن يحقق أكتر من كده بكتير قوي لو كان بس بيركز في قراراته قبل ما ياخدها. وبكده نكون خلصنا كلام عن أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية، عصام الحضري. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا واشوفكم على خير.